الإخوان السلام عليكم ورحمة الله. المحكمة حكمت وكاع ما رحمت، وبرافو للسي الحموشي. السي الحموشي صراحة كيزرب لي على هاد الإنسانة هادي، وكاع اللي مع السي الحموشي ما عليه إلا يدير البارطاج لهذا المقطع باش تكون العبرة ويكون الدرس، باش أي واحد تسول ليه نفسه ولا شي وحدة سول لها نفسها وتجي نعم سيدي دير بحال سكينة، بحال مولاة القنفذ سيدي اللي جات تهرات على عباد الله وعلى المباشر وما عندهاش غرام ديال المشكل. الجديد في القضية، هذيك السيدة مولاة القنفذ زربوا عليها اليوم، حكمت عليها المحكمة ب10 أشهر ديال الحبس نافذة و3 ديال السنوات. ما ديرش شي فيديو، ما تبانش كاع في المواقع يغبرلوها الشقف. وكاع اللي مع هذا الحكم هذا ما عليه الا يكثر لنا البارطاج لهذا المقطع باش يوصل لجميع دوك الناس ديال التفاهه. وما تنساوش تخلوا لنا الراي ديالكم في التعليق، راه التعليق ديالكم كتراقب الاخوان. اشنو رايكم في هذا الحكم؟ واش هذا الشيء هذا قليل بحقها تستاهل؟ انا ما كرهتش الاخوان، هذه المواقع ما نبقاوش نشوفوا الناس ديال التفاهه، بغينا نشوفوا زيرو تفاهه. راهم بسلوا الاخوان، راهم عيقوا الاخوان، راه ولينا كنشوفوا شي مصائب في هذه المواقع. وهذا الشيء هذا علاش دابا هذه اعتقلوها؟ راه من خلال التعاليق ديالكم. الانسان ملي يشوف بحال هكا شي حاجه ديال التفاهه ولا شي حاجه خايبه ولا كتدخل بالحياه ولا غتضر يعني الوليدات ديالنا ولا تضر المجتمع، راه ما عليكم الاخوان الا ديروا الابلاغ بالتعاليق وتكثروا التعاليق ديالكم. السيده بغينا تعتقل، او السيده بغينا لها هذه وهذه. هادشي علاش قلت لكم خلوا الراي ديالكم في التعاليق، راه التعاليق ديالكم كيتراقبوا الاخوان، راه الناس، راه الدوله كتاخذ التعاليق ديالكم وكتطبقهم على ارض الواقع. المهم تحيه مره واحده اخرى للسي الحموشي، وبغينا نشوفوا زيرو تفاهه، وتحياتي للجميع.